الصداع النصفي هيميكرانيا، صداع يصيب نصف الرأس. الصداع النصفي في نوعين: النصفي بدون رولا أو مع الرولا. اللي أكثر شيوعا انتشارا 66% اللي بدون أيرة، وتسمى الكلاسيك. يستمر الصداع النصفي من 4 ساعات إلى 72 ساعة أو حتى بعض الأيام. تبدأ الصداع في جانب واحد وبعدين بقدر يوصل للجانبين. بالنسبة للصداع المصحوب بالأورة، في عنده أعراض أخطر من النوع اللي أكثر انتشارا. في الدول الغربية وأوروبا تقريبا 18% من النساء على الأقل مرة صار عندهم صداع نصفي. 6% من الرجال. النساء تصاب أزيد من الرجال بنسبة 70%، وخصوصا عام جيل 25 ل 55 سنة. لما يصير الألم يبدأ من طرف وبوصل للطرفين، ويصبح هناك حساسية زائدة للأشياء اللي مثل الضوء، مثل الضجة، مثل الرائحة. عشان هيك لما يصير نوبة الصداع المريض بحب انه الاستلقاء في الظلام والهدوء بدون اي ضجة حتى تنتهي النوبة. بتقدر تكون مصحوبة بالتعب أو العطش أو انعدام الشهية أو ضعف التركيز. أعراض الصداع النصفي مع الأورة: اضطراب الرؤية، اضطراب الإحساس، بعدين انخفاض قوة الجسم من الجهة اليمين أو اليسرى، اضطراب في التوازن، اضطراب في الكلام. السبب غير معروف، بس فيه احتمال كبير انه بغدى متعلق في العصب التريجيميني او العصب الثالث اللي بيطلع من المخ. الاسباب بشكل عام 70% تأثير عائلي ووراثي، و30% بغدى اسباب التوتر، التعب، شرب القهوة، الكحول، تغيرات في ضغط الدم. مضاعفات الصداع النصفي: السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، القلب المختلفة، أمراض القلب المختلفة، نوبات يعني بيغدى عنده نوبات بالنسبة للقلب، الاكتئاب، والولادة المبكرة في حالة الحمل لما يصير عنده الصداع النصفي المهم. التشخيص: يتم التشخيص بفحص الدم CT أو فحص MRI أو المخطط الكهربائي الدماغي EEG. العلاج لازم نأخذ الأدوية، وفي نفس الوقت الوقاية: النوم المنتظم، وجبات الغذاء المنتظمة، نشاط بدني متوسط، تجنب الغذاء اللي بيسبب الصداع، وشرب الكافيين والمواد اللي بتزيد هاي النسبة. يعني عشان هيك لازم الواحد يأخذ في عين الاعتبار الوقاية: الابتعاد عن كل المحفزات اللي بالإصابة، علاج التوتر، شرب كثير من السوائل، وممارسة الرياضة. هاي بالنسبة للمعلومات بشكل عام.